بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الصدر الأعظم في الدولة العثمانية. وقبل الحديث عنه لابد أن نشير إلى الإدارة المركزية في الإمبراطورية العثمانية. والإدارة المركزية في الإمبراطورية العثمانية كانت نفس الإدارة الحاكمة في الدول الإسلامية السابقة. هذه الإدارة على شكل مثلث. على رأس هذا المثلث نائب الملك الذي يطلق عليه الوزير أو الغزير كما يطلق عليه بالتركية. وفي زاوية من زاوية قاعدة توجد إدارة هامة. الأولى خاصة بالمراسلات وكتابة الوثائق وإصدار الأوامر والتشريعات، والثانية خاصة باستلام الدخل وصرفه. والإدارتان تتبعان الوزير. وفي عهد السلاطين العثمانيين الأوائل لم يكن يطلق على صاحب هذا المنصب لقب وزير، بل لقب برفان، وهو اصطلاح فارسي. أما لقب وزير فكان يطلق على القائد الحربي. وكان البرفان يتمتع بما تمتع به الشاغل لمنصب وزارة التفويض لا التنفيذ في الحكومات الإسلامية السابقة. والسبب في هذا أن السلاطين العثمانيين الأوائل كانوا دائما في شغل تام بحروبهم. فلما شكلت وجمعت القوانين في عهد السلطان محمد الفاتح أطلق على البرفان لقب وزير أو الوزير الأعظم. وحتى فتح القسطنطينية كان منصب الوزير الأعظم يشغله مسلمون أحرار، ولكن السلطان محمد الفاتح بدأ تقليد استمر بعده، وهو اختيار الوزير الأعظم من عبيده. كما أن جميع وزراء الدولة منذ فتح القسطنطينية حتى أواخر عهد سليمان القانوني كانوا وزراء تنفيذ. ولكن حدث في أواخر عهد سليمان بسبب انزواء السلطان عن مباشرة أعمال الدولة أن أصبح الوزير الذي أصبح يطلق عليه منذ ذلك الوقت الصدر الأعظم، أي المحرك للدولة. وكان لذلك أضرار انزواء السلطان عن مباشرة أعمال الدولة أن هؤلاء الوزراء لم تكن لهم المقدرة التي كانت للسلاطين العثمانيين. أن مركز الوزير كان محفوف بالمخاطر، لأن السلطان في عزلته أصبح تحت رحمة المحيطين به من الأغوات ومؤامراتهم. وبعض هذه المؤامرات كانت توجه ضد الصدر الأعظم. إلى جانب الوزير أو الصدر الأعظم كان هناك بعض الوزراء لم يكن عددهم ثابت، ولكن في عهد سليمان كانوا في العادة 4. ومع أن الوزير الأعظم كان ممثل السلطان المطلق فلم يكن له سلطة مباشرة على الهيئة الإسلامية أو البلاط، ولكن فيما عدا هذا كانت له الكلمة العليا، وكان يشرف على جميع التعيينات في الجيش أو الإدارة المحلية أو إدارة المقاطعات، بل ويتولى قيادة الجيش إذا شاءت الظروف. وكانت علامة التفويض من السلطان أن يمنحه السلطان خاتمة إذا استرجع الخاتم، كان معناه عزل الوزير الأعظم. وكان هذا الوزير يتمتع بامتيازات وحقوق واسعة جدا، أبرز ما فيها أن على كل موظف في الدولة كبر أو صغر ما عدا شيخ الإسلام أن يقبل طرف رداء الوزير الأعظم حين دخوله. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا.